عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا الطريقة باينة وواضحة قدامكم إن احنا هنعمل اللي هي الفريسكا بتاعة المصايف اللي بتبقى على البلاج، وكل الناس بتتهتف عليها. والله بتهتفوا عليها حتى صغار وكبار. ليه؟ لأنها برضو معمولة من حاجة مفيدة اللي هي التفاح، وهنعمل لها شوية كراميل كده يتحط لها باللون الأحمر، وهتبقى جميلة قوي. طبعا هي معمولة كتير على اليوتيوب، فكل واحد برضو ليه طريقة يعني. عايزة أقول لكم الطريقة سهلة جدا، مقادير سهلة قوي. يعني بكيلو تفاح، وده أقل من كيلو كمان لأن اتاكل منه. بس عايزة أقول لكم أنا خدت الستيكس بتاع الآيس كريم وحطيته فيها. تمام كده. اولا بعد غسيله كويس جدا، وبعد تنشيفه كويس جدا. ليه التنشيف؟ علشان يبدأ الطبقة اللي انا هحطها له تلزق عليه وتتغلف بيه، ما تسقطش من عليه. تمام كده. يبقى خلصنا من الحاجة دي. حطينا الستيكس فيها، وبعدين الفت نظرك لحاجة. عندك مثلا حاجة زي كده ممكن بحطها له. طيب ما عنديش حاجة زي كده، بعمل ايه؟ انتوا عارفين العيدان بتاعت تحت الشيش طاووق اهي. تمام اهي، سوري. ادي العيدان اهي. العود بتاع الشيش طاووق اللي هي السميكة المحملة شوية، بغرزها فيها كده كده. بتبقى يعني انا بقطمها اهي، مثلا بقطمها كده. تمام. وبحطها في التفاحة، وكمان بغلفها بالشاليمو اللي هي بتاعة العصير، وبغلفهم كده يعني بتديها شكل حلو. ده لما تبقى التفاحية كبيرة قوي، لكن التفاحية معايا مش كبيرة قوي، فانا مضطرة احط لها بتاع الايه الستيكس بتاع الايس. خلاص كده. طيب كمان ايه؟ هقول لكم كمان المقادير والطريقة ايه. طبعا انا معايا طريقتين. انا ممكن النهارده اعمله لكم بالطريقه العاديه الاقتصاديه، وتاني مره ان شاء الله هبقى اجيب ولو ليكن حتى التفاح الاخضر. هنجيب برضو ان شاء الله مره كيلو ونعمله لكم بالايه بالجيلي. يبقى في طريقه بيتعمل بالجيلي وفي طريقه من غير جيلي. طيب هنقول برضو الطريقه لو هي بالجيلي. خلاص احنا خلصنا التفاح اللي هنعمله وغسلناه ونشفناه وحطينا له الستيكس. هبعده بعيد بقى اهو علشان ابدا اشتغل واقول لكم المقادير ايه يا حبايبي. طيب عندي اولا كوبايه من السكر مليانه. تمام كده. يبقى كوبايه سكر مليانه. وعندي ربع من كوبايه من الميه. طبعا انا مش عايزه ميه كتير. ليه؟ عشان تاثر معايا بسرعه وتدخل معايا بسرعه. تمام كده. وعندي لون. عندك يا لون جل احمر، يا ما عندكيش بتحطي البودر اللي هو يعتبر صناعي بس صحي. تمام كده. اللي هو البودر اللي بيتباع عند العطارين. ونص ليمونه. طب انا لو مش عايزه، لو انا ما عنديش ليمون، هحط معلقه كبيره من ده عسل الجلوكوز. تمام. يبقى معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. وانا هعملها لكم بالطريقه دي، وهحط معاها عصره النص الليمونه صغيره اهي قوي. هحطها لها على اساس اني ممكن يا تمشي بالليمون يا تمشي بالمعلقه العسل الجلوكوز. على فكره برضو معلقه العسل الجلوكوز احنا بنحطها لاي كراميل او اي حاجه، للسكر للبسبوسه للكنافه الحاجات دي، على اساس ان هي ما بيسكرش معايا، فهي برضو مفيدة. فاحنا هنحط معلقة العسل الجلوكوز معلقة كبيرة، والنص الليمونة هنحطها برضو عادي. تمام كده. طب هنبدأ الوصفة. وعايزة اقول لكم ان في طريقة تاني اللي هي بالجيلي. فاحنا هنجنب دلوقتي الجيلي وهنخليها اقتصادية بالطريقة الاقتصادية اللي هو موجودة في كل بيت. كوباية السكر اللون ده طبيعي احنا بنجيبه بيبقى عندنا عشان حلويات، وعصرة نص الليمون. وغالبا العسل الجلوكوز عند كل الناس. يعني انا بمسك فوق كده وبحط فيه حبايبي ادي ربع كوبايه الميه. تمام. وبحط فيه كوبايه السكر المليانه. اوكي. ادي. وافضل بقى ايه اقلب كده لحد ما احس ان هي دابت يعني. تمام. هي تبص تلاقيها ساحت كلها مع بعض كده.
وبعدين هحط بقى معاها، هحط ادي اللون بالمرة عشان نبقى ايه، معلش عشان بفتحها. ادي لون ونجرب. يبقى احنا حطينا حاجات بسيطة قوي، حطينا السكر وشوية المية واللون، مفيش اي حاجة. تمام اهو، شايفين اللون الجميل؟ طبعا يكون بس الكاميرا ظلماء، انا شايفاه حلو جدا، هي الكاميرا مفتحاه لكن انا شايفاه غامق. وكمان عشان اضمن ان هو تمام اهو، ممكن احط برضو شوية من البودر ده كايه تعزيز يعني للون اهو. شايفين اهو؟ يعني انا عايزه اقول لك يا ده يا ده، مش ضروري تحطي الاتنين. تمام اهو. واقلب بقى. يا رب تكون الكاميرا جايباه، هو احمر قوي، انا مش عارفه جاي في الكاميرا فاتح، هيبان بقى في الابيض بعد كده لما يتحط بقى هنا. تمام، هفضل بقى اقلب فيه كده. يبقى انا خلاص. طب لو المرحله التانية اللي هي لو انا عايزه اعمله بجيلي، اللي هو بقى التفاحيه الكبيره الخضراء، بعمله بحط معاه باكو جيلي. يعني انا بقول لكم الطريقتين اهو، بحط معاه باكو جيلي. طيب هحط بقى من هنا بالمره معلقه من العسل الجلوكوز. ادي حبايبي معلقه من العسل الجلوكوز اهي، معلقه واحده فقط اهي، اللي انا عايزه اديلها يبقى فيه لمعه، وكمان العسل ما يسكرش مني، ده فايدته يعني، وتحصلي على التماسك بسرعه. لو انتي بقى ما عندكيش وقت عايزه تعمليها بسرعه عشان الاطفال تعمليها. تمام كده، خلاص كده هنبدا بقى ايه، كمان هنعصر النص الليمونه دي اهو. ممكن بعد الغليان وممكن دلوقتي، والافضل بعد الغليان، بس هقول لكم يعني ما فيش خوف اهي. ادي عصرة نص الليمونة الصغيرة، خلاص كده اهو. هبدأ بقى اقلب كده شوية قبل ما احطه على النار. يقول تاني المقادير بسرعة كده في منت. احنا حطينا كوباية من السكر، وحطينا ربع كوباية من المية، حطينا نص ليمونة، معلقة من العسل الجلوكوز، وكمان حطينا لون جل، وحطينا لون بودر نعزز اللون ويبقى لونه تقيل يعني. تمام كده، خلاص يا حبايبي هبدأ احطه على النار، وهوريه لكم لما يوصل للدرجة المعينة اللي انا عايزاها. وقلنا الطريقة التانية بقولها لتالت مرة، الطريقة التانية اللي هو بحط له البودر بتاع الجيلي معاه ده، لما يكون التفاحيه خضراء ومحمله كبيره كده بحط له ودوقه بعد كده بقى الجمال هيبقى جميل قوي. يعني هي دي بس ناقص لها الجيلي، لكن دي الطريقه الاقتصاديه، وكمان التفاحيه مش كبيره قوي، فانا اضطريت ان انا اعملها من غير الجيلي، بس حبيت اوريكم الحاجه كلها. شايفين يا حبايبي اللون اهو، شايفين على النار؟ طبعا هو فضلت اقلب فيه لحد لما السكر داب خالص، بدأ يخش في الغليان، هيعمل اللون اللي هو بتاع الكراميل ده اللي هو التقيل. وكل شويه هختبره. المهم ان انا عايزه الكوره اللي تطلع لي، الكوره بتاعت الاختبار دي بتاعت التيست، عايزاها تبقى ناشفه، الكوره تبقى ناشفه. او حبايبي كده خلاص انا وصلت المرحله اللي هي الكوره. ممكن بايديكي تعمليها تيست هنا وتخليها يعني تجربي تعملي التيست بتاعك في قلب الميه وهي باينه كده، خلاص انت بتشوفيها نقطت بتقل، بتبقى هي خلاص كده تمام، نقطت بتقل تمام كده، بتعمل كوره وهي نازله، تعرفي ان هي كده خلاص ايه تقلت. وهو هتبصي تلاقيه تقلت معاكي في قلب الوok يعني. بصي تقيله ازاي اهي، باينه وواضحه ان هي تقيله اهي. بصي الكوره نازله تقيله، يا رب بس تكون الكاميرا جايباها اهو، تبصي تلاقي الكوره نازله بتقل. تمام كده، انا بقى هطفي عليه ونبدا نحط ايه، كل تفاحيه ونحطها على الطبق. خلاص كده حبايبي زي ما انتم شايفين، بنزل اللي على الجناب
وكمان عشان تعرفوا ان شاء الله ان هو مش هيسكر معايا الكراميل. ليه؟ لان انا حطيت معلقه من العسل الجلوكوز، وكمان حطيت نص ليمونه. فانا عملت التيست اهي، فطلعت هي كويسه بس خفيفه شويه، فسبتها لما عقدت معايا. وادي الطريقه اللي احنا هنعملها. نفضل بقى نعمل كده، طريقه سهله جدا ممكن اطفالك يقوموا بيها. تمام، افضل ادور كده لحد ما كلها تتملي. اهو بنزلها تاني كده. المهم ان انا املى اللي فوق كده، ما يبقاش فيها فراغ خالص، ما يبقاش فيها ابيض. شايفين؟ بصوا تقل معايا ازاي وبقى جميل. شايفين محمل ازاي؟ طبعا انا هعمل بقى كله بالكميه دي اهو. بصوا عن قريب، انا مش عارفه الكاميرا ظلماه حقيقي، هو احمر قوي وجميل يعني. تمام كده اهو، هيبان بقى في الابيض ولما ينشف كده حبايبي. خلاص اهي، وافضل بقى ماسكاها كده لحد ما تسقط اللي فيها اهو. بعد كده احطها على طبق ناشف. انا خوفا وتحسبا يعني عايزه اقول لكم، انا دهنت ايدي بس زيت وحطيتها على اساس ان هي ما يلزقليش في الطبق اهو. واحطها كده، امسكها شويه كده، وهكمل بقى بقيه الكميه ان شاء الله واوريها لكم. شايفين الجمال يا حبايبي؟ بصوا دي اخر واحده. دي بالنسبه للايه اللي هو كيلو ونتاخد منه. يعني عايزه اقول لكم، ما تيجي هتعملوا كوبايتين من السكر لكيلو كامل. كوبايتين من السكر تمام، ونص كوبايه من الميه بس يا حبايبي. كده حبايبي بقى خلصنا كميه. ده بقى طبق الفريسكا او اللي خد الجميل، اللي هو بتاع المصايف اللي بيتهاتفوا عليه الاطفال على البلاج. على فكره احنا جبنا الواحده السنه دي ب5 جنيه، فلما بنعمله في البيت كده هيبقى وفر كوبايتين سكر مع كيلو دقيق، هيوفر له وبيبقوا كلوا كل حاجه. طبعا بشكركم يا حبايبي، وانتظروا هدى في حاجات تانية ان شاء الله. بشكركم، مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي أصل الطبخ. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا ايه؟ عملنا الفريسكاس. كمان اسمها خد الجميل، دي اللي بتتباع على البلاجات في الصيف. طبعا الصغيرين والكبار بيحبوها. عايزه اقول لكم بس، شايفين الجمال؟ انا عملتها وجربتها اهي، طريقه جميله قوي ان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى نخش على الفيديو ونعرف المقادير ونعرف الطريقه ازاي، وانتظروا.